ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ هنعمل مع بعض حاجه جديده ومختلفه. هنعمل مع بعض طريقه التورلي. ايه رايكم بقى في المنظر الحلو الجميل ده؟ تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. معانا بصل، ومعانا طماطم، ومعانا فلفل، ومعانا توم، ومعانا كيس صلصه، ومعانا بسله وجزر وفاصوليا. كل الخضار يبقى عندك بتقطعيه وبتغسليه وبتقطعيه وبتنضفيه. ومعانا دلوقتي حله على النار كده. هنحط معلقه توم ونخرط البصل. انا بحب اخرط البصل كده جوليان 4/4 كده زي ما انتم شايفين. بصوا، ما بحبش اخرطه بقى صغير. في التورلي بالذات بحب اخرطه 4/4 كده. ومعانا كام بصلايه صغيرين، بحطهم صحاح في قلب الصينيه، بتدي منظر تحفه وبتبقى طعمها حلو. احنا هنعمله النهارده كده ني في ني، يعني مش هنسبك اي حاجه. وعملنا الطماطم اهوت وحطيناها عليه، وكيس المعجون بتاع الطماطم. دلوقتي بصوا بقى، احنا هننزل البسله والجزر والفاصوليا بس، مش هنحط كل حاجه مع بعض. احنا هنحط الجزر والفاصوليا والبسله بس دلوقتي، والبصل والطماطم. وهنحط كام معلقه زيت كده، 3 4 معالق زيت معاهم، ونسيبهم يستووا شويه. بعد كده احنا هنحط البطاطس والكوسه لسه ما حطيناهمش. هنحط معلقه سمنه وشويه زيت، ودلوقتي حبه فلفل اسمر، ومعلقه صغيره كمون، معانا معلقه كزبره ناشفه اهو، تدي طعم وريحه حلوه قوي للاكل. وطبعا الملح دوت حسب رغبتك انتي وحسب ما بتدوقي، لو عايزه تاني بتحطي حسب احتياجاتك في الملح. هنقلب كل ده مع بعضه، وهنسيبهم على النار يغلوا بقى شويه كده، 3 4 غلوات كده، ونغطيهم ونسيبهم ونعمل الرز. معانا 3 4 معالق زيت، و5 معالق شعريه كده، وكوبايتين رز. الشعريه اتحمرت وهنحط عليها الرز. كل كوبايه رز تحطي عليها كوبايه ميه، ونحط الملح كده. انا طبعا بقيت احط الميه كده لاني انا عارفه المقدار، وهوريكم حتى لو انت مش عايزه تعايري بالكوبايه هتعرفي ازاي لو انت بتحطي الميه على طول. بصي، بعد ما بتقلبي الرز خالص هتشوفي المعلقه كده، تحطيها كده، تحط غطس يعني غطست معاكي في الميه كده، هو كويس لو انت مش عايزه تعايري الميه بتاعته. ونغطي بقى الرز كده، وتعالوا نشوف بقى هنا التورلي اهو غلي. هنحط طبعا الكوسه والبطاطس اللي احنا كنا مش حاطينهم، عشان دول ما بياخدوش سوا زي البسله والفاصوليا والبصل والحاجات التانية دي. هنحطهم بقى كده، هياخدوا السوا مع بعض كامل. احنا سوينا الاول نص سوا، ودلوقتي حطيناها كله مع بعض اهو. هو كده استوى. انا ما بحبش اسوي الخضار كتير، يعني 3 4 غلوات كده وبطفي عليه، بيبقى طعمه تحفه اهو. مش هنخليه كتير على النار، هو كده استوى. يعني انا ما بحبش اخليه يغلي كتير، كده كفايه عليه قوي. وطبعا بحطه بقى ايه في الفرن، يعني تحت الشوايه كده. بولع الشوايه عليه بتاع 5 دقايق و10 دقايق، بيدي منظر للوش حلو قوي. وادي الرز معانا استوى اهو، وهنقدمه بقى زي ما انتوا شايفين كده. عايزه تغرفيه تقدميه بالصينيه بالطاجن زي ما انت عايزه، بيبقى منظر تحفه زي ما انتوا شايفين اهو. رايكم في المنظر بقى الحلو ده؟ وهنقدمه مع الرز. بالهنا والشفا يا حبايبي. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وقولوا رايكم في التعليقات.